استكشفوا جمال الاحتفال بالمولد النبوي في تونس وروحانيته. رحلة قصيرة في حياة وتقاليد المولد النبوي في تونس. من المساجد إلى الأسواق، شاهدوا أجواء المولد النبوي التونسي. في أجواء روحانية تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تعم المآذن بالأنوار وتصدح أصوات المدائح والابتهالات. في كل بلد مسلم تختلف العادات والتقاليد، لكن القلوب تجتمع على المحبة والإيمان. أما في تونس فتتزين المساجد بالأنوار، وتقام حلقات الذكر والإنشاد، وتحضر الحلويات التقليدية مثل العصيدة بأنواعها، فيجتمع الأهل والأحباب حولها في أجواء دافئة مليئة بالبركة. في الشوارع والأسواق يفرح الناس ويغمرهم الشعور بالفخر بالانتماء إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يبقى المولد النبوي محطة إيمانية تعكس أصالة الدين وعمق الروح التونسية. في تونس تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وسط أجواء إيمانية واجتماعية خاصة، حيث تتداخل العادات الشعبية مع الروحانية الدينية. مع اقتراب هذه المناسبة تبدأ التحضيرات في البيوت والأسواق، فتنتشر روائح التوابل والحلويات التقليدية، وأشهرها العصيدة التي تحضر بأنواع مختلفة مثل العصيدة الزقوق والعصيدة البيضاء، وتصبح رمزاً للفرحة والكرم. في ليلة المولد تتزين المساجد بالأنوار، ويرفع الأذان بصوت عذب يملأ الأجواء، وتقام حلقات الذكر والإنشاد الديني، حيث تتلى قصائد المديح النبوي، وتعلو أصوات المداحين بالتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في المدن العتيقة مثل تونس العاصمة، القيروان وسوسة، تكتسي الأزقة أجواء احتفالية خاصة. محلات الحلويات تعرض أجمل ما عندها، الأطفال يرتدون ملابس جديدة ويحملون فوانيس صغيرة، والعائلات تجتمع حول موائد مليئة بالخيرات. المولد النبوي في تونس ليس مجرد احتفال ديني، بل هو مناسبة لتجديد الروابط العائلية والاجتماعية، وللتعبير عن الفرح بقدوم النور الذي أضاء الإنسانية. إنه مزيج بين الأصالة التونسية والإيمان العميق، حيث يبقى حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاضراً في القلوب والوجدان.